المفاجأة ان وفاء مش حامل. وازيكم يا جمهورية، ورجعنا لكم تاني بالاحداث المتوالية والمتتالية. دخلنا في الجد خلاص، دخلنا في الجد، وزي ما انتم شايفين وفاء بتنشكح قدامكم. بس اول ما بنقفل الكاميرا تعبانه اكتر واحد شاهد عليا هو حمدي. النهارده بقى مفاجأتنا كبيرة جدا، لان امي اتصلت بيا وقالت لي يا حمدي انا عايزه احضر الولاده والسبوع بتاعت وفاء، وعايزه اقول لكم اقسم بالله العظيم غصب عننا لو الفيديوهات اتاخرت عليكم، احنا مصورين كل حاجه ومظبطين كل حاجه، وممكن الفيديوهات دي تنزل لكم متاخر، ولكن دوت علشان انا عامل تجهيزات كبيره جدا جدا، وعامل مفاجآت لوفاء عمرها ولا عمركم هتتخيلوا ان انا عملت حاجه زي كده. ان شاء الله تعجبكم. ما تقولش هتعمل ايه؟ يونس عاوز يفتن عليا ويقول لكم ايه المفاجآت، والله العظيم هو ما يعرفش حاجه، بس هو عارف ان انا بخطط لحاجه كبيره. المهم النهارده اولى المفاجآت، احنا ما كناش عاملين حسابنا زي ما شفتوا الفيديو اللي فات ان حد من اهلي او اهل وفاء يجي، وكنا عاملين حسابنا ان ندى هي اللي هتقوم بدور الدايق المرافق مع وفاء، ولكن اتفاجئت ان امي قالت لي يا حمدي انا خدت التاشيره وحجزت تركيا علشان انا عايزه احضر الولاده بتاعت وفاء زي كل مره، وتحضر السبوع كمان، لدرجه ان في حاجات جابتها للسبوع ووريتها لي في الفيديو ما كنتش لاقيها هنا والله، ما كناش لاقيينها هنا. فقلت لها يا ماما ده احلى خبر سمعته في حياتي، وهي دلوقتي المفروض على وصول، وهتبدا معاكم بقى الاحداث كلها ننزلها لكم ورا بعضيها علشان تطمنوا على وفاء ان شاء الله. في الجد خلاص عايزه اعيط بس الفيديوهات دي ممكن تنزل لكم متاخر شويه، علشان انا بالنسبه لي اهم حاجه عندي، اهم من اليوتيوب واهم من اي حاجه، ان اطمئن على وفاء، لان وفاء الولاده دي او المره دي تعبانه جدا. بس عمال يعوضني في ايه بقى؟ ان انا عماله اجيب حاجات انا ما جبتهاش اصلا في عيالي كلها، ومهتميه بتفاصيل زي ما يكون بيلهيني في الحاجات اللي عماله مديها كارت بلانش، وهي تستاهل. وفاء تعبت كتير، فبعيدا عن الكلام الانشا والكلام الرغي الكتير، الفعل اهم. وفاء زي ما انتم شايفين ما شاء الله على اخرها، وعايز اقول لكم اكن في طوب جوه. والله بطني بتحجر ومش قادره على اخري. على فكره هنا بيتاخروا عن الامارات وعن مصر في الولاده، والله العظيم المفروض كنت ولدت قبل كده، بس هنا بيسيبوا للاخر ما اعرفش يعني ليه. في يونس ولدت في نص التاسع، هي دلوقتي عدت نص التاسع، انا عديت المفروض كنت اول مش راضيين يولدوها، اللي هو هنسيبك لما تستوي. طيب انا دلوقتي عايز اروح اجيب امي من المطار، ولكن انا جاي في دماغي بقى فكره حلوه قوي نستقبلها بيها. اعمل لها اكله حلوه. لا انت قادره تعملي حاجه، وانا اللي هتعمل وانا هساعدها. لا بص انا جت في دماغي فكره حلوه. بصوا زي ما انتم شايفين وفاء ما شاء الله، يعني اي حد اعمى هيعرف ان هي حامل، صح؟ باينه للعمى صح، باينه. امي ما قابلتش وفاء من اول ما وفاء حملت. وفاء حملت هنا في تركيا، فمن اخر مره وفاء قابلت فيها امي ما شافتهاش خالص على الحقيقه، زيها زيكم بتشوفوا وفاء في الفيديوهات بس. فماذا لو امي جايه علشان عايزه تحضر الولاده وتحضر السبوع، ونيجي نقول لها احنا ضحكنا عليكي، كنا بنعمل ان انت حامل علشان نجيبك تركيا. يا نهار اسود، ده هنعملها ازاي دي؟ ما انا هقول لك، استني بس اسمعي لي. يعني تخيلي كده معايا ان امي جايه لي وجايبه حاجه السبوع، وتيجي تلاقيكي مش حامل اصلا. يا لهوي، ده احنا نبقى اندال قوي. هتبقى مقلب، وهيبقى ردة فعلها تبقى بص تموت من الضحك. فعايزين نشوف ردة فعلها دي. بس مستحيل تقتنع بالبطن دي، يعني باينه. هي طيبه كل حاجه، بس مش بالسذاجه دي. صعب صح؟ ودي ما تشوفش. لا ما انا هقول لك نعمل ايه. انت ممكن تلبسي حاجه واسعه شويه، وحاجه كمان عشان ايه نقنعها. هي اول ما تدخل عليكي ايه هقول لها ضحكنا عليكي ومقلب ومش حامل اصلا، ضحكنا عليكي عشان تيجي. فهي طبعا مش هتصدق. فانت تقنعيها ازاي بقى؟ هقول لك انا تقنعيها ازاي. بصي انت تبقي ايه مثلا مخده صغيره شويه، يعني مخده صغيره شويه مثال، يعني تحطيها كده اهو تمام قبل ما هي ما تدخل، بس تبقي لابسه حاجه واسعه. لا ما انت تحطي مخده صغيره شويه تبقى لا يعني تبان كبيره قوي، فلما اشيلها تبان اصغر، صح كده مثلا. بس لابسه حاجه واسعه، واول ما ضحكنا عليكي تا 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 وتروحي شايله المخده، فهي كده بالنسبه لها ايه؟ انا حاطه مخده. فهي تفتكر ايه ان انت فعلا مش حامل، فنشوف رده فعلها. ايه رايك؟ لا هنضحك مع بعض عادي ماشي. بس سامحيني يا ماما لو بتتفرجي على الفيديو ده مش موافقه. لا ما هو هتضحك، انا فرحانه بمجيتك والله، عايزه استقبلك. ما هي بصي هي مش هتزعل، هي هتفرح لك اصلا، هي مش عايزاكي تحملي. كانت خايفه عليا، بس الحمل يعني من غير ترتيب. خلاص بصي بقى انت بقى تعملي. انا دلوقتي هروح المطار اجيبها، وانا جاي عليكي في الطريق تغيري اللبس ده وتلبسي عبايه ايه اوسع واسعه، بحيث ان البطن ما تبقاش ايه، واحط مخده بحيث ان ايه مخده صغيره، بحيث انت ايه تروحي تا 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 تا
يا لا وعصب ضحكنا عليكي. فنشوف بقى ردة فعلها هتعمل ايه، هل هتفرح فعلا زي ما انا متوقع ولا هتزعل ان هي جت اونطه. بس اهم حاجه دلوقتي حالا كل اللي مهتم يعرف الاحداث اللي جايه، خدوا بالكم ان الاشعارات والفيديوهات اللي هنعملها مش هتوصل غير للمشتركين فقط. اشتركوا حالا دلوقتي علشان الاحداث اللي جايه عمركم ما تتخيلوا ان احنا لوحدنا كده وعملناها. ان شاء الله باذن الله تعدي على خير، وكل الفيديوهات هتنزل ورا بعديها. واضغطوا لايك للفيديو ده وتقولوا الوفاء ان شاء الله تقوم بالسلامه، وانا هجري انا علشان احاول. طبعا بعيد عن المقلب والحاجات اللي احنا هنعملها دي، بس انا هظبطها في الاكل واعمل لها وليمه جامده من الاخر، يعني هنعوضها عن المقلب اللي هنعمله. يعني انت ما لقيتيش الا المحشي ده؟ ستك استاذه في المحشي جايه تعملها محشي. ما هي استاذه في المحشي، بس انا بقى ايه هوريها ايه المحشي بتاعي، ما انتوا عارفين برضو. ندى هتعلي عليا وعلى ستها، شكلها ناويه كده تعمل لها اكله بالاخر. هي فرحانه اصلا من ساعه ما سمعنا الخبر، كلنا احنا فرحانين ان هي جايه. وطبعا السلق كمان هنا بتحب، عملناه كذا مره وعجبها، فكويس ان انت جبتي سلق. شاطره يا ندى. مش عايزه مني حاجه؟ لا تظبطي انت كل حاجه. كنت بقول لك اقعدي تيمو وما تعمليش اي حاجه. الله انا بتدلع بس. واقف مستنيها دلوقتي عند باب الوصول، وعايز اقول لكم ان انا مرعوب لان الوقت اتاخر، مش عارف اتاخرت جوه ليه، خايف يكون معاها مشكله، معهاش انترنت، معهاش تليفون، معهاش اي حاجه، مش عارف اتواصل معاها هنا خالص، فقلقان جدا. ربنا يستر ما يكونش في مشكله في الورق ولا في التاشيره ولا في اي حاجه، ويحصل حاجه وانا مش هبقى عارف عنها اي حاجه. وصلت ام محمود اللي عدت الحدود، وصلت. وربنا انا واقف مرعوب، اقسم بالله انا كنت مرعوب، وربنا كنت مرعوب. والست دي طلعت مش سهله، وربنا مش سهله علشان هي فاجئتني وما كناش مرتبين وجايه لوحدها. وانا اقسم بالله والله 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 واقف جوه، عدى ساعه على وصول الطياره، قلبت الدنيا. يا جدعان ام عيانه، يا جدعان ام لا يكون فيها حاجه. مش عيانه يا عم. بتدعيني وصلت ولوحدها، ومش مصدق ان ام محمود عدت الحدود فعلا لوحدي. انا قلت لك انا بعدي الصعب. قمر عسل. انا بفوت في الحديد. دي حقيقة. خلاص يا جماعة، شهادة مني، أمي فعلا تفوت في الحديد، مش مجرد كلام. الحمد لله. ومطلعة نفسها إن هي أم محمود اللي عدت الحدود، وفعلا ثبتت كده. ايوه. قولي لي بقى ليه بقى أبويا ما جاش معاكي؟ ما عشان الولاد اختك. ابويا بيرن اهو. وعايز اقول لك ان انا مجهز لك انا ووفاء مفاجاه، اقسم بالله. بصي لازم زي ما انت فاجئتيني وفرحتيني ان انت جيتي، انا لازم افاجئك وافرحك برضه. عارف لو عملت فيا مقلب لا عمري عليا الناس، ده انا هعمل لك فرح في البيت. تعالي لو عملت تعال. مقلب يا حمدي. لا ابدا. هعمل لك مقلب قوي. يلا عشان وفاء مستعجله عماله ترن عليا، وكله عمال يرن عليا. خليك تقول انا عايز. انا عيل من غير ما اقول. كله عمال يتصل وكله قلقان والدنيا مقلوبه، وما قلتش لحد لسه ان هي وصلت. هتصل بقى بيهم كلهم دلوقتي اطمنهم. وعايز اقول لك يا ماما والله المفاجاه اللي انا عاملها لك دي هتعجبك كده. جايبه لي كل حاجات السبوع. بصوا العربيه جايبه حاجات كتير، جايبه البتاع بتاع السبوع ده. هنوري لهم هناك. نوري هناك. وانا بصوا يا جماعه، عشان خاطر انا انا قلت لكم هاكد عليكم تاني، اللي مشتركين بس هم اللي يشوفوا الاحداث اللي جايه، علشان خاطر الاشعارات والفيديوهات اللي جايه كلها تتنشر للمشتركين فقط. يلا يا ماما. وصلت الفيلم، ابوكي بعت لي رساله من ورا وهو ست. انا خلاص خلصت يعتبر المحشي، هو جاهز وبيستوي. الله يا سيدي على الريحه. واللحمه اهي بحمرها كمان، حمرت اللحمه واللسان عصفور اهو. خلاص خلصت كل حاجه جاهزه. كل حاجه جاهزه. انت شاطره قوي. عملتي بلاش كمان. الله عليك. بس خلاص كده كل حاجه جاهزه، ما فاضلش. فين الفرخه؟ انت كنت شويه فرخه، كنت شامه ريحه فرخه. راحت فين؟ ايه الفرخه اهي، شايفين الجمال. الله فرخه مشويه كمان، ده انت روقتي على ستك على الاخر. دلعي. طيب بصوا ايه رايكم في اللبس ده؟ حلو واسع. بس بطني باينه برضه صح؟ بس انت لما تحطي المخده يعني ايه؟ احاول ابقى عامله كده صح؟ مظبوطه ازاي؟ طب هات لي مخده. طيب مخده ماسكه من فوق ولا هتبقى مكعبله؟ بس انا شوفوا لي مخده. انا هعمل كده بطني مشبيه. فكره صح؟ بس انا مش عارفه اشبط بطني، انما اتني كتفي كده وامشي كده. ايه رايك يا يوسف؟ فين النون؟ مفيش نونه صح؟ في نونه باينه برضه كده، مش باينه. لما اضم كتفي كده مش حلو. والبطن لما تبقى قبه كده قرب دي تبقى مستطيله. بطني مستطيله مش هدور. المشكله ان انا مش مستحمله اشيل حاجه تاني. لا مش هتنفع كده عامل في 20 عيل. لا عايزه حاجه صغيره شويه. حاجه ماشي. فوطه مثلا نحط جواها حاجه ولا بوله بوله. هاتي كدابين مش نافعين. ابقى اجرب الهدوم.
واجرب الجاكيت ده واحط فيه هدوم كده. كنتش جبت مخده سيليكون وريحت دماغي اللي هي بطن السيليكون دي، كانت هتبقى مقنعه اكتر. طلبتها اونلاين كانت جات لنا على طول. يعني بصي تخيلي اربطها كده صح؟ بس تحت الهدوم بقى. نزلي لي بقى كده الهدوم. بقى كانها حلوه. كانها حقيقيه. كده حقيقة؟ بس ده كده بس بس محتاجه ترفع كده شويه. يا لهوي ده انا حامل في الشهر الكام ده؟ الشهر 15. بس اعرف اشدها بقى لما تيجي 15 منه. بس بقى يا ولاد عشان انا مش قادره. انا كده حامل في 2 المخده والبيت. هما؟ طب تعالوا هنا اقفلي الستاره دي، اقفلي الستاره دي. بس تعالي بوظ كل حاجه ما تدخلش حاجه. ما تفتحش لما يرن الجرس. المخده بايظه، الهدوم بايظه شويه بس. يا اختي بروح عشان اللي الحقيقيه بترفعي. ركزي. حقيقية حقيقيه. تحب انهي فيهم المخده ولا مسك؟ بخدة لا مسك عشان المخده. وقعيه يا ولاد. هي مش تاخد بالها. خشي بقى علشان عايز اشوف ردة فعلك على المفاجأة اللي انا محضرها لك. تعالي كده. يا رب ما تتضربش. لا مش هتضرب. ركزوا بقى علشان خاطر هي بتقول لي المفاجأة حلوة ولا مش حلوة. قلت لها لا مفاجأة حلوة، المفروض ان انت تفرحي. فهنشوف دلوقتي مع بعض هل المفاجأة دي هتعجبها زي ما انا متوقع ولا لا. ماشي؟ استني يونس هيعيط لو ما فتحش. روحي يا يونس. بصي بقى المفاجأة بقى. انا قلت لها وعدتها ان انا اقول لها المفاجأة اول ما تدخل. المفاجأة ان وفاء مش حامل. ولدت فين؟ احنا عملنا لكم بقالي 8 شهور بحضر للمقلب ده. بقالي 8 شهور بحضر للمقلب ده. لا يا حبيبي. عرفنا نجيبك مفيش نونو. لا انت ولدتي. فين هو؟ لا ولدت. ولدت فين؟ انت مش مصدقة. فتش البيت. هقول مش اوديها. مصدقة. انا هرجع تاني طبعا. خد يا ولاد تعالي. لا ده انا عامل كل ده علشان اجيبك. تعالي. مش هرجع. خش يا ولاد. لا هاتولي النوم. لا مفيش والله. مش هجيب لك منين مش مصدقة. يا ملحي ده انا كتر صغاري. مش مصدقة. تعالي بس. انا عندي عايزه العيال بس. ده انا جاي عشان البنت المسك. بص لي هديه يا يونس. ده انا قلت ايه اللي يخلي امي تجيلي بسرعة وقت ما انا عايز. لا كداب. استني بس انت مش جيتي. يعني انا لو والده همشي كده طبيعي؟ في واحده والده تمشي كده طبيعي؟ اهو. اهو. لا مش انا اللي اتفاق. لا يا حبيبي. اتفاق. لا يا حبيبي. مفيش حاجه اهو. لا مش قادرة اتصدق. شفتها. هو شفتها ازاي؟ والله مش شفتها. مفيش ولا حاجه اهو. لا في. تعالى اعمل لي صنار. لو لقيتي عيل ولا عيله يبقى انا حق. يبقى ولدت. يبقى ولدت ازاي؟ طب هنخبيها فين؟ طب قولي لي انا. لا هنخبيها فين؟ انا عندي العيال بالدنيا كلها. مش انت كنت. لا مش عايزاك. يلا طالما كتبت عليا. عندي خلاص يا عندي. قول لها بقى ده الحقيقه. ادعي الوفاء تقوم بالسلامة. من هذه اللحظة عايز أقول إن هذه السيدة تستحق وبجدارة الأم المثالية. فعلا. ليه بقى؟ وأم وفاء كذلك. أم وفاء رقم ربنا يشفيها يا 1 رب كمان. ويشفيها يا رب. جات لي هنا وكانت جات لنا في الإمارات في ولادة وفاء برضو، وما سابتناش ولا مرة في ولادي كلهم. تعالى يا بنتي يا وفاء. وأنا متأكد إن شاء الله لو الولادة الجاية في الصين هتجيلي برضه. لو في امريكا. صح؟ لو في امريكا. دي انا متاكد منها وعارف ان هي ربنا يديها الصحه. يا رب وام يخليها وفاء نفس الكلام برضه ما والله هم سابتناش ابويا فرحوا عمرها. لما عرفوا ان هي جايه لان كانوا قلقانين عليا وهم مش قادرين يجوا. احنا ما كناش مخططين والله. وهي فاجئتني ان هي جت وانا ما كنتش عامل حسابي ابدا ان انا اتعبها. يا ملحي دارنا كتر. لا يا ولاد انا لحد الاسبوع. يا رب الناس تيجي عسل. شفتي؟ تبقى قمر. انا شربت المقلب. لا لا شربتيه والله شربته. لا يا حبيبي. والله شربتيه. عماله بتقولي ايه ده؟ انت بتقولي يمكن ولد. لا لا شفطت بطنها يا انا واقفه حبيبي. تانية كتف لقدام كده عشان ما خدش عليا. ما خدش. وحياة امك يا ابو محمود يا اللي عديت الحدود. يا سعده المخده مش مقنعه يا حبيبي. يا دي مخده. انا عامله تعرفي كده. مش عارفه صراحه. في ناس عاملة لي خبره في كده. المواضيع دي.
طب يبقى ولاد يلا نجيب الشنط. بصوا بقى بدايه بقى الاحداث الجميله. الحاجه ام محمود اللي عدت الحدود طبعا عندنا الغربان كانت طالعه بالطياره زي العروسه لما بتبقى طالعه كده ايه رايحه لبيت عريسها. ما شاء الله. وعلي الفل يقول لها ايه يا حاجه سن اسبوع وانت جايه مصر سن اسبوع. واحنا الاسبوع بتاعكم اللي انا قلت لكم عليه هي برضو مجهزه لنا الجزء بتاعنا وبقيه التوزيعات هتوزع في مصر. هنقول لكم بقى تتعمل ازاي علشان كل الناس تاخد اسبوع. اوبا ايه ده بامبا الدلع ده. دي القله يا جدعان بدل القله. قول بس قول الله الله على يا عيني. الدلع ده مخده مخدتها جميله والله. تسلم. عارف ده ايه يا يونس؟ عارف ده ايه؟ ده النونه تتحط هنا وبنقعد نلعب بيها. اوعى انت تنام في قلب السرير. بينام في السرير التاني. ده سرير النون. والله بينام بتاعي. ده بيت ده انت ممكن تحطيه جنبك وتناميها جنبك. والله شيك جدا جميل، جميل تسلم جدا. ايديك. يعني ده المفروض ده الغربال يا جماعه بس حديث بقى مودرن برضه. تقولوا لي خلي اي حد يجيبه لك قلت لهم وربنا انا اجيبه بنفسي. ما شاء الله والله وفاء. بالله. كل الحاجات دي وفاء طبعا بقى ايه يعني متشوقه تشوف الحاجه. مش هنحرق لكم الحاجات دي عشان ايه في مفاجأة للناس اللي في مصر عاملينها لكم والحاجات دي مش هنحرقها. فطبعا كل الحاجه اللي امي جايباها دي بقى هتشوفوها في فيديو الاسبوع باذن الله. بس وفاء تقوم بالسلامه الاول وتسلم ايدك يا حاجه. ولو جيتي فاضيه بس من غير اي حاجه فين جيت؟ كان هيبقى في طول الدنيا ما انا برضه. عايشه عناية لكم. تسلم ايدك وربنا ما يحرمناش منك ابدا ابدا ابدا. عقبال يا رب بقى ما اتجوز ندى. الشنطه دي فيها ايه بقى؟ ما شاء الله جابت ملوخية. طب بص والله جايبه لنا جدع. ملوخيه وما جاتش- وزبده. زبده ولا سمنه؟ سمنه بلدي مسيحاها مسيحاها. حمام. ودي الحمام وحمام بتاعه عشان واحد. وفاء ان العيل بيخرج من هنا بنحط مكانه حمامه من هنا. لا لا استنى. فرخه فرخه ولا حمامه؟ فرخه. ده الحمام ده في يوم تاني بقى. كنت بتقولي نفسك في سمك ايه؟ سمك مكرونه. جابت لك سمك مكرونة. سمك مكرونه. الله ينور عليك يا حاج. ايديكي. وايه تاني؟ سمك سويسي. سمك من مكرونه سويس. سويسي. دي ايه؟ دي المرته بتاع السمنه. المرطه بتاع السمنه. يعني هي جابت زبده سيحتها في البيت وحطيتها في تسلم اكياس كده. إيدك. وايه بعد كده المرطه اللي بتطلع عشان احنا بنحب المرطه. في حاجات في شنط بقى تانية كده بس. تسلم ايدك. تسلم ايدك والله كفايه جيتك انت بالدنيا. ومغات وحاجات مغات. وعلبة عسل وعسل. تصدق العسل ما جاش؟ العسل الاسود. هنا في عسل اسود مش مشكله. نجيب السبع حبوب بتاع السبوع. 7 حبوب. والمال والمال. ملح يا الخشن ملح دم. كتر صغارنا. لا الحمد لله هنا الحمد هنا لله. كده رضا بس الباقي ان شاء الله ربنا يكترهم. محمود وحد كده الحمد لله راضي. مشيتو. مشيتو. عقبال يا رب حسن واللي ما خلفش يخلف. ان شاء الله باذن بص الله. اللغات. طب والله شاطر. واحنا هنا مفيش الحاجات دي دي عرفت محول منين؟ مغات محول. تسلم ايديك والله. بنعمله في سمنه بلدي ونتشوا بالميه. ما انت بقى انت طالما جيتي هتعملي لي الحاجات هبدع دي. لكم هبدع لك. خلاص انت كده في امان ان شاء الله. امان من عند والحلبة ربنا. الحوسه عندك ايه. بس وجود امي هيفرق والله مليون. والله فرحتني ان هي جت. حبيبتي يا وفاء ربنا يخليكي لنا. ده انت فرحي اول فرحتي انت وصح. حبيبتي والله. عندي انت وصاحب بالدنيا كلها. يا ما خدمتوني بنجي وشلتوني نجيلك في عينينا. وما كنتوش بتخلوني عايزه حاجه. ربنا يديك تغسلوا لي السجاد وتغسلوا لي الغسيل ربنا وتنشروني. يخليكي لنا يا رب. ولا كنا بنجيب خدامين ولا كنا بنجيب حاجه. هم على ايام ناس تانية جابوا لنا شغالين. المهم احنا هنزعل لو مشيتي هناك تفضلي قاعده معانا. ما حبه هنا وحبه هنا لا خليكي قاعده معانا من تنسي. وعشان في مصر ما يزعلوش. عشان اللي في مصر هيقولوا ما صدقوا مسكوها. خلاص انت ما تمشيش الا لما مسك تكبر وتمشي. ماشي. لما تخش وخدها معايا. المدرسه. مش انت اطمنتي على يونس الاول وكبرتيهولي شويه وبعدين مشيتي؟ كشكشتهولك. ومسكوا بعض. ومسك برضك كشكشه ان وروح. شاء الله. هعلمها لك الكلام. كده الفيديو بتاع النهارده خلص. وعايز اقول لكم واكد تاني وهفضل اكد ان اللي مش مشترك في القناه واللي مش مفعل زر الجرس مش هتشوفوا المفاجآت دي للاسف غير لما تكونوا مشتركين في القناه. عشان احنا عاملين والفيديو تحضيرات. الجاي ان شاء الله هيكون فيديو ولاده وفاء. ان شاء الله ادعوا لي. ان شاء الله اطمنكم باذن الله. والفيديوهات دي زي ما قلت لكم ان شاء الله هتنزل متاخر شويه بس علشان خاطر التحضيرات والتجهيزات الكبيره اللي احنا بنعملها. اطمن على وفاء ارتاح بعد كده انزل لكم الفيديوهات دي. ماشي ماشي مستعديه. جاهزه جاهزه. جاهزه يا حاجه. جاهزة يا إيه ابني. حبيبي. المهم هتخش معايا؟ هتخش ما وعدكيش. برضه؟ ما وعدكيش. طب نشوف رأي امك يخش معايا غرفة العمليات ولا لا؟ انا عايزاه يخش معايا. البوم ضعيف. ما عشان يبقى اختبه ماسك انا مش في سميحه اختي لما كانت فاكره لما كانت بتعمل عمليه كانت في الغرفه بس قاعده نايمه على السرير مش اغمى عليا.
غصب عني. قلبهم ضعيف. مش قلب ضعيف، هي فوبيا يعني أيوة. غصب عني. ولا انت وحسن ولا تخشوا مستشفيات ولا تنتظروا مستشفيات. طب انت مش هتشوف حاجه خالص، هتبقى واقف جنبي وانا ببقى صاحيه. الوضع مختلف انك تشوف مسك اول ما انا تنزل. غير خالص، انا عايزه ادخل واشوف ايه اللي بيحصل جوه. بتهيألك. بص الموضوع انت صعب. انت لما تشوف مسك وهي طالعه كده احساسها هيبقى مختلف خالص، وفي نفس الوقت تحس بقى ما تطلبش عيال تاني. انا عايزه اضرب عصفورين بحجر واحد. ما انا ممكن ملحقش اشوف واقع. محمود يا وفاء اما دخل مع ادم اغمى عليه بقوم لايصين. يعني محمود اغمى عليه جوه؟ اه وربنا كنت عايز كان عايز يبقى شجاع السيما، ما قدرش، راح وقع في قلب اوضه العمليات. طب نعمل ايه بقى؟ سابوه مرمي هم اللي على السرير اهم. اللي مفتوح بطنها اهم. شفتوا بقى؟ اعمل انا بقى قالوا له ايه؟ سيبك خليك نام شويه. يعني دلوقتي لو انا بكلمك وفايقه ومفيش حاجه وبضحك انا انا جامده. ابقى عارف يعملوا ايه. المهم ان تشوف مسك بعيد. هحاول بس ما اوعدكيش. انا قدام امي اهو اقول لها هحاول بس ما اوعدكيش. بس خليك عارف ان لا، انا انت بقى مصممه يجي له غيبوبه. انا بقول لها دلوقتي ايه؟ بقول لها انا هحاول، لو ما نفعش وما قدرتش يبقى غصب عني. اخرج قبل ما تحس. لا مش هخش، اما انا لو دخلت مش هخرج. ريحه البنت لا عايز بتجوز. خرجوه. ما شغال بيقول لك سابوه مرمي على الارض. وربنا سابوه مرمي لغايه ما هي اللي فاتت وهو لسه ما يقعدوا يلحقوا في واحد نايم. سليم ما مش يلا ونشوفكم ان شاء الله على خير ومع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. انا وريت امي مفاجأة مش هوريها لك. بجد؟ امي بس اللي تعرفها. اوعي تقولي لها. انا مش فتانه. لا انا مش هسيبك الا لما اعرف. لو عملت المستحيل مش هتقولي؟ لا انا اللي يأمنني على سر ما بقى بص انا مش فتانه.